السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم إسراء الحضري. وحشتوني جدا من آخر فيديو أنا نزلته معاكم. النهاردة هنعمل السمنة البلدي بطريقة سهلة وبسيطة. يا رب تعجبكم. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. معايا هنا أنا كنت مخزنة قشطة في الفريزر، ومعايا معلقة ملح كبيرة، معلقة أكل كبيرة. هنقلبها مع بعض كويس جدا علشان الملح يوصل لكل حتة في القشطة. وبعد كده هنشغل البوتاجاز على نار هادية جدا علشان القشطة معايا ما تتحرقش. واول ما تسيح معايا كده لازم اقلبها على طول، ما ينفعش ان انا اسيبها. لازم طول الوقت افضل اقلب فيها عشان ما تتحرقش مني. الطريقة دي سهلة وبسيطة جدا، بس بعمل بيها السمنة البلدي مش الزبدة الفلاحي. وهنا بعد ما قلبناها وقعدت شوية على البوتاجاز بدأت لونها يتغير ويفصل السمنة البلدي عن القشطة. ولازم اقلبها زي ما بقولكوا عشان المرتة بتاعتها ما تتحرقش وتلزق في الحلة. على طول ايديا فيها. الطريقة دي زي ما قلتلكوا سهلة وبسيطة، بس بتاخد وقت شوية في على البوتاجاز، سوري. وغير كده كمان بتهدر معايا مرتة كتير. الافضل طبعا اللي احنا نعملها زبدة فلاحي، بس انا حبيت اوريكم الفرق ما بين الزبدة الفلاحي والقشطة ان انا سايحة اعملها سمنة بلدي. وهنا زي ما انتوا شايفين كده انا وصلت لمرحلة ان هي فصلت السمنة البلدي عن القشطة، بس لازم برضو اسيبها على النار لغاية الكرات البيضة ديت ما تتحول معايا لسمنة بلدي. برضو انا بقلب فيها طول الوقت عشان ما تلزقش معايا وتتحرق. وهنا كانت فصلت معايا خالص وعملت سمنة بلدي. يا رب الطريقة تعجبكم وتجربوها وتقولوا له رأيكم ايه. وهنا اللهم بارك، عملت معايا السمنة البلدي الشوية اللي انتوا شايفينهم دول. طعمها وريحتها تحفة، مش هتشتريها تاني من برا. يا ريت تجربوها وتقولوا لي رأيكم ايه. هستنى تعليقاتكم، وما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.